ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نوع مميز من انواع كلاب الصيد، وهو البلوت هاوند. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من امريكا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1946. ثانيا، شكل النوع. شكله بيشبه معظم كلاب الصيد، بيكون جسمه عضلي ورشيق، ودانه بتكون نازلة وطويلة، وبيكون في منه لون واحد فقط، هو البني المخطط في اسود. ارتفاع النوع بيتراوح من 50 ل 71 سنتي، ووزنه بيتراوح من 18 ل 27 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كان وما زال بيستخدم ككلب صيد تتبع، من أفضل أنواع كلاب الصيد، لأنه كمان ممكن يبقى كلب عيلة ممتاز. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي وطاقته عالية، وفي لصاحبه وحذر، وبيحب يحمي عيلته. بيتميز النوع ده بأن شراسته مش عالية زي معظم أنواع كلاب الصيد. خامسا، رأيي الشخصي. النوع ده من أنواع كلاب الصيد اللي بتتبع الفريسة، وده معناه إنه عنيد، لأن لما بيلقط ريحة معينة بيجري وراها وبينسى كل شيء حواليه، وعشان كده محتاج تدريب كتير. بيتميز كمان بإنه مش شرس تجاه الأطفال، وده شيء نادر في أنواع كلاب الصيد الكبيرة عموما. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.